فورتنايت نزلت ابديت جديد النهارده، في اسلحه اتشالت، اسلحه رجعت، تغييرات في الماب. الفيديو النهارده مش بس هتكلم على الابديت، كمان هشارككم توقعاتي لبطوله الجلوبالز، البطوله اللي كلنا مستنيينها. هنتكلم عن ابرز التريوز اللي موجوده، هنتكلم عن فرق ميدل ايست اللي اتاهلت، عن افضل التريوز اللي مرشحين يكسبوا، وتوقعي مين اصلا اللي هيكسب. فيلا بينا ندخل في الموضوع على طول. اول حاجه خلينا نتكلم عن الحاجات اللي اتسربت. مبدئيا الكومبيتيتيف ما فيهوش تغيير كبير، عندنا بس كاب جديد بتاع الشامبيون سيرف ويتش سكين، نفس النظام بتاع السكينز كاب اللي اتلعبت الاسابيع اللي فاتت، بس بسكن سيرف ويتش بالستايل الجديد بتاع اللي هو الشامبيون. وافضل لعيبه هيجيبوا بليسمنت في الكاب دي هيكسبوا السكين. تاني حاجه هينزل سكين كايسينات، هينزل الايموت بتاع كايسينات اللي انا متوقع ان هو هيكسر الدنيا. الاغنيه بتاعت كانيه ويست اللي في الايموت مشهوره جدا ومفيراله على تيك توك، هم اذكياء وهينزلوها في وقت مظبوط 100%. بعد كده عندنا كولاب مع فرقه جوريلاز، ولو ما تعرفش فرقه جوريلاز فهي فرقه في يوكي بتغني روك، يعني حاجه تبع الكفار والعياذ بالله. يعني هينزل لهم سكينز وايموتس وزي اي كولاب بيعملوه، يعني الحاجات اللي هي بياخدوا منها فلوس على قفانا دي. عندنا سكين جديد للكرو باس بس هو لسه ما اتسربش. عندنا اسلحه هتتضاف زي الاير سترايك جان والاكزوتيك شوك ويف لانشر، يعني انا مش فاهمهم. هم اول ما بيلاقونا فرحانين باللعبه بنلعب مبسوطين بيبداوا يحطوا حاجات يكرهونا في اللعبه مره ثانيه. كده كده الحاجات دي مش هتكون موجوده في الرانكد ولا في الكومبيتيتيف، بس الفكره نفسها مثلا الزيرو بيلد بلاير يتحط له ليه اير سترايك جان. الاير سترايك ده كان نزل قبل كده ومحدش حبه ومحدش كان بيلعب بيه، حرفيا بيجري في الجيم، بيجري في المتعه بتاعه اللعبه، فبيحطوا حاجات ملهاش اي لازمه. الاكزوتيك شوك ويف لانشر هينزل زي ما قلت في الفيديو اللي فات، اللي انت ما اتفرجتش عليه فارجع اتفرج في السريع. يعني هو اوريدي موجود في اللعبه، هينزل بالريرتي الاكزوتيك، هو اوريدي كان موجود ايبك وجولد، بس الاكزوتيك هم اكيد هيحطوا فيه حاجه مختلفه عن الايبك والجولد زي ما بيعملوا في اي سلاح. فمثلا البيستول كانوا حاطين الطلقه بتاعه البيستول بتطلع شوك ويف، فده نفسه بقى شوك ويف، ما اعرفش هيطلع ايه، ممكن يطلع نار بقى، واحد يموتك بشوك ويف. فربنا يستر وما يعملناش حاجه مجنونه باللي بيعملوها. عندنا نيو ماب في مود بليتز رويال، لو انت بتلعبه هيكون في ماب من شابتر 4 تحديدا المكان بتاع ميستي ميدوز، فانت لو من الاوجيز خد لك شويه نوستالجيا كده بقى وانزل ميستي يعني تحس بلذه كده وانت بتلعب. لو انت لسه جديد في اللعبه خش يا ابني شوف المتعه اللي احنا كنا فيها، خش شوف كنا بنستمتع ازاي واحنا بنلعب. الابديت هينزل بكره الصبح الساعه 11 بتوقيت مصر والسعوديه، والساعه 12 بتوقيت الامارات، واعتقد على ما انزل الفيديو ده اصلا هيكون الابديت نزل اوريدي. فيبقى قول لي رايك في الابديت في الكومنتس. لو انت ما تعرفش فانا لغايه دلوقتي ما دخلتش جنيه من الكونتنت كريشن، فالطريقه الوحيده اللي ممكن تعمل لي سبورت بيها ان انت تستخدم كود باد زياد في الايتم شوب. مع اوربت جلوبالز اخيرا وصلنا لاكبر ايفنت في تاريخ فورتنايت، احسن لعيبه في العالم بيتنافسوا على برايز بول كبيره جدا، يعني خلينا نقول ضخمه مش كبيره. يعني لو ما عندكش فكره خليني اقول لك انه الفيرست بليس بياخد 450 الف دولار بما يوازي يعني بالميت كده حوالي 22 مليون جنيه مصري، يعني مش حاجه، يعني عادي برايز بول بسيط. ده طبعا هيخلي المنافسه على اعلى مستوى، وكمان الميتا بتاعت السيزون ده مع الاسلحه اللي موجوده مع التغييرات اللي بتحصل في الماب هتزود المتعه اكتر واكتر. هقول لكم على توقعاتي ويعني رأيي المتواضع، وخليني أأكد عليكم قبل ما أقول أي توقعات ده رأيي الشخصي ولا قيمة له. يعني مش عايز حد يجي لي في الكومنتات يقعد يقول لي أنت ما بتفهمش التوقعات الزفت، يعني بهزر معاكم، اكتبوا في الكومنتات عادي. خلينا نبدا بالتريس بتاعت ميدل ايست. عندنا فاكس وخالد وهيرو، عندنا ريو وسعد وسنوي، عندنا بالورو وادابتر ومنصور. مبدئيا متوقع بليسمنت حلو جدا للتريو بتاع ريو وسنوي وسعد، انهم في اخر ميجر والمنافسه اللي كانت ما بينهم وما بين التريو بتاع ياسين. وتراست مي انا اعرف ياسين كويس قوي ومتابعه من اول اف ان سي اس تاهل فيها للسيمي فاينلز مع عصام، كنت بشوف الجيمز بتاعته، هو صعب قوي حد يوقفه. دي بدايه الايرا بتاعته على ميدل ايست، متوقع له 100% مش حتى 99 100% هيكسب الاف ان سي اس الجايه. وخلينا نقول مبدئيا ريو وسعد وسنوي انا متفائل ليهم، ان شاء الله هيطلعوا في التوب 10، خصوصا انهم بينزلوا مكان كويس، عاملين لود بول مظبوط، عاملين بلان لنفسهم، عارفين بيعملوا ايه كويس قوي، وان كونتستد كمان في المكان. حتى لو كونتستد فانا مراهن عليهم ان شاء الله توب 10 ريو وسنوي وسعد. عندنا بعد كده فاكس خالد هيرو بالور وادابتر ومنصور. مبدئيا ادابتر وفاكس كانوا متأهلين للجلوبالز اللي فاتت وطلعوا توب 39 من 50 دوب. فهد وهيرو كانوا في الجلوبالز الانفيتيشنال اللي قبلها وطلعوا توب 53 من 73 دوب. فهل هيقدروا يمثلوا ميدل ايست تمثيل مشرف ونشوفهم في حته عاليه في الليدر بورد ويعملوا كامباك للسنين اللي فاتت؟ معرفش، سيبكم انتوا تقولوا لي في الكومنتس، مستني رايي. توقعاتي لمين بقى اللي هيكسب؟ طبعا كله هيقول بيتر بوت، انا بقى
هتحنيك عليكم. مبدئيا الاسماء اللي مترشحه من ايو عندنا فينوفيكو فليكزي، عندنا كويسي ميرسيتش وسويزي، عندنا ماريوس بيكسيفانياك. دول الثلاث اسماء اللي مترشحين اللي ممكن يكسبوا البطوله من ايو. عشان نكون واضحين، ماريوس بيكسيفانياك هينزلوا مع بيتر بوت، فانا متوقع ان هم يبقوا حصاله البطوله، مش هياخدوا حتى توب 10 ولا توب 20 في الثلاثينات. فينوفيكو فليكزي واخدين مكان انكونتستد، بس مستواهم مش احسن حاجه مؤخرا، فخليني اديهم توب 15. بعد كده عندنا كويسي ميرسيتش سويزي، واخدين مكان في ميداليان، في سلاح ميثيك، ما بيعملوش تريد للسيرج، بيدخلوا يبوشوا على طول. كويسي من افضل الاي جي الز في اللعبه، ميرستاش من افضل الفراجرز في اللعبه، متوقع ليهم توب 2. مفيش حد من ايو هيكسب اف ان سي اس جلوبالز، ده توقعاتي. خلينا ندخل على ان اي. عندنا 3 اسماء برضو مرشحين ان هم يكسبوها، ما اتوقعش ان الباقي ممكن يبليس حتى في التوب 10. 3 اسماء هم التريو بتاع بويو، التريو بتاع بيتر بوت، التريو بتاع كليك. كل الناس متوقعه كليكس طبعا هياخد توب 33، وهو فعلا في البطولات الاخيره ما بقاش عنده الباشن للعبه اكتر، ما بقاش بيلعب زي زمان، بقى بيلعب بس ان هو يعمل ستريم وان هو يكسب فلوس، وطبعا حاجه واضحه جدا وكل الناس شايفاها. بس انا بتوقع له ان هو يطلع في التوب 10 بالظبط، توب 7. ليه ما اعرفش يعني، انا قلت لكم انا بتحنيك، سيبوني اتحنيك براحتي، انا حاسه توب 7 يعني. كليكس وشه بيقول لي توب 7. بعد كده عندنا التريو بتاع بويو، التريو بتاع بيتر بوت. كالعاده هنلاقي واحد الاول وواحد الثاني، خصوصا ان بويو خد الاكسبيرينس بتاعت اللان، خد الاكسبيرينس بتاعت الناس اللي بتتفرج عليه، خد الاكسبيرينس بتاعت الضغط العصبي والضغط النفسي اللي بيكون فيه. شفناه مع بيتر بوت بيكسب الجلوبالز، فخليني اتوقع بيتر بوت الثاني وبويو الاول. توقعي بناء على ايه؟ بناء على ان التريو بتاع بويو انكونتستد، هياخد ميثيك، مفيش حد هيلاند معاه، لكن التريو بتاع بيتر بوت هينزل معاه ماريوس بيكسيفانياك، حتى لو موتوه جيم واحد من ال 12 جيم هيفرق معاه جدا. فمتوقع بويو الاف ان سي اس جلوبال تشامبيون، متوقع بيتر بوت الثاني بعديه على طول. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. حابب اسمع رايكم في الكومنتات على رايي، يعني انا قلت رايي وقلت لكم التوقعات بتاعتي، محتاج رايكم على توقعات. مش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه عشان الفيديو يوصل للناس اكتر، وزي ما بقول لك دايما زر الجرس ده اختياري، يعني عايز تدوس عليه دوس، مش عايز خلاص مش هجبرك يعني.